20 ايه يا هانم؟ قلت لك 20 جنيه. ليه؟ نجيب بيهم رز. تجيبي ايه؟ اوه قلت لك رز يا اخي. ب20 جنيه عليا؟ ليه؟ هنفتح محل فتة؟ هنسرح بعربية كشري؟ يا سلام عليك يا صفوت، هو انت الواحد لما يكلمك ما ياخدش منك غير التريقه؟ امال ايه اللي ب20 جنيه رز؟ اصلهم مش لينا احنا كلهم. امال لمين؟ لينا احنا ب10 وماما عاوزه منك 10 جنيه سلف تشتري بيهم لنفسها. وهي بقى اللي شارت عليك الشهرة دي. ايوه، البلد فيها ازمه رز وكل ما ابعت البنت تشتري يقولوا لها مفيش. ولما مفيش منين هتجيبوا الكمية الكبيرة دي؟ ماما مش حاطه ايدها في الميه البارده زيك. فضلت تدور هنا وهنا لغايه ما لقيت واحد يريحنا ويجيب لنا اللي احنا عاوزينه. بكام؟ قصدي يعني بسعر كام؟ انا عارفه، ماما هي اللي اتفقت وياه. ضروري طبعا يرفع السعر شوية. طبعا، مش في ازمه. والله انا لو من التجار والاقي قدامي زباين فجعانين زي سيادتك والست مامتك، مش بس اعمل ازمة، ده انا ابيع الحباية الواحدة بقرش سعر. قصر الكلام، هات الفلوس. فلوس ايه؟ عالي عليه. الدنيا مش هتخرب لما نقعد لنا كام يوم من غير رز. يا نهار زي بعضه يا صفوت، نقعد من غير رز ازاي؟ ليه لا؟ هو مش كله نشا؟ كله بطاطس، مكرونه، قلقاس، لازم رز يعني؟ بلاش الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، وحياتك قوم هات لنا الفلوس احسن ماما زمانها جايه يا صفوت. قوم انت هاتي لي اكل، انا راجع من الشركه هلكان على الاخر. حاضر هجيب لك تاكل، استنى بس اما اشوف مين اللي على الباب. مين؟ ماما. جرى ايه يا عليا؟ انا مش قايله لك اول ما جوزك يرجع من الشركه تجيبي الفلوس وتيجي على طول؟ يا مساء الخير يا سي صفوه. مساء الخير يا حماتي. ما تدخل يا الدلعادي. الله، هو في حد معاك يا حماتي؟ ايوه، طب الجدع بتاع الرز إيه؟ اعمل ايه؟ مش احسن ما نتاخر وما نلاقيش؟ ما تدخل يا ابني. طيب عن اذنكم، احسن انا جعان وتعبان ولازم اكل وانام. هروح اشوف لي اي حاجه اكلها في المطبخ والسلام. هو لسه ما اتغداش؟ ايوه. يا خبر، ليه؟ اصل من اول ما جه من الشركه وانا بقول له هات الفلوس نجيب رز يقول لي لا. ما فضلتش اغديه. ويقول لك لا ازاي؟ هو في حد يلاقي حبايه لو من دول؟ بيقول لي كله قلقاس. قلقاس؟ قلقاس ايه ده يا اختي؟ ولما الولاد نفسهم تهفوهم على المحشي ولا طبق الرز ابو لبن ولا الحله اللي بتفلفلها لهم كل يوم، ده اسم الله عليها سوسن بنتك ما بتخليش حبايه في طبقها. واعمل ايه بس يا ماما؟ اديكي شفت بنفسك. لا يا حبيبتي، الا ما يجيبش رز دي كمان. طب استأجز انا بقى. استأجز ايه انت كمان؟ تعال هنا. ما انا شايف البيه ملوش غرض اهو. الله، والبيه ماله ومال الحاجات بتاعت الستات دي؟ انت ليك فلوس تاخدها وخلاص. والله يا ريت. كان زمان ايام الرخص الناس بتشتري الجبنة من البقال. كان البقال ما عندوش حضارة وبيلف الجبنة في ورقة جورنال. سيد افندي ياكل الجبنة ويقرا الورقة اللي كانت فيها الجبنة. بعد سيد افندي ما كل جبنة بقى مثقف. من يوميها حب الثقافة، لقى طعمها زي طعم الجبنة البيضة، من غيرها الدنيا مش حلوة. ما علينا. سيد افندي بعد ما بقى مثقف بقت له افكار مختلفة. مراته بتقول له مرة: ايه رأيك في خالتي يا سيد؟ قال لها: لسانها زي السكر. قالت له: يعني ايه؟ قال لها: يعني لسانها حلو لكن مؤذي. مراته ما فهمتش.